اسمعي بيه، انا خايف ليكون بنتي اتخطفت. يلا ريفيو سريع كده عن فيلم الحفلة. فيلم من الافلام الجامدة جدا اللي انا بحبها، وشايف ان هي مظلومة بصراحة في الليستة بتاعت احمد عز. بيبدأ الفيلم بمشهد سلو موشن، احمد عز داخل يوصل روبي سبينس بالعربية، بس اللي هيركز في التفاصيل هيعرف ان اللي جنب احمد عز دي سارة شاهين مش روبي. فكده بالنسبة لأي حد بيدقق في التفاصيل الفيلم اتحرق بالنسبة له وعرف مين اللي قاتل. هنا عز بيستنى روبي في العربية، فبيبص في الساعة بيلاقي 3:15. الكت اللي بعده بقى 3:10. ده في القاهرة عشان يعني لو عجبهم يشتروا فيه. انت قلت لي اسمه ايه الكومباوند ده؟ اب تاون كايرو. طبعا ده اعلان، مفيش مشكلة مادام محطوط بصياعة يبقى مفيش مشكلة. هنا في تفصيلة من المخرج جامدة بصراحة. حلوين؟ اي بص قوي. ابن لذينة محمد رجب برضه. اتفضل. حقه، هو عالمي. عرفت ان حضرتك كنت عامل حفله قبل ما تختفي ساره بليله. مظبوط. ما لاحظتش عليها حاجه في الحفله دي؟ طيب تمام. دلوقتي انا في حاجة مش فاهمها. دلوقتي المفروض جمال ومراد بتحكي للظابط الحاجات اللي حصلت في الحفلة من وجهة نظرها هي. طيب اللي دار بين مريم ومعوف وروبي هي عرفته منين او سمعته منين؟ هي شايفاهم بس سمعاه منين؟ واللي هيدور بين كل الناس اللي موجودين في الحفلة هي هتسمعه منين؟ وانا عارف ان هيجيلي واحد يقول لي لا ما هي بتضلله، جميل، بس انا بتكلم من وجهة نظر الظابط. ده اسهل سؤال يتسأل. يا راجل يا عقر، انت سمعت الكلام ده ازاي وعرفتين ازاي؟ ما انت ما كنتيش واقفه وسطيهم. ما اتاخرتيش؟ من اب كايرو هنا 10 دقايق. ما كفايه اعلانات، كفايه اعلانات بقى. ده اكيد تعرفي كل اسرارها. وحضرتك تفتكر ان انا لو عارفه عنها كل حاجه هقولها لك؟ والله في الوضع اللي احنا فيه ده انا ما اعرفش اي حاجه تفيد حضرتك. شريف اللي قالك؟ ساره اللي قالت لي. حكيت لك ايه تاني؟ ولا حاجه خالص. خالص. طيب هنا احنا بنكتشف في اخر الفيلم خالص ان دينا الشربيني عباره عن صديقه لا ليها علاقه بالجريمه ولا لها علاقه بالخطف ولا باي حاجه. اللي بيخليها تتكلم في المشهد ده بالطريقه دي مع الراجل ولا عايز تديله اي اجابات ولا عايز تاخد وتدي معاه في الكلام وعشان تساعد صاحبتها. فالمبرر الوحيد اللي انا شايفه ان المخرج حاطط لنا بالتفصيله دي في المشهد ده عشان نشك بس. الو. 10 مليون ومراتك ترجع لك قدامك 48 ساعة. لو عرفت انك بلغت اقرا عليها الفاتحة. 10 مليون؟ هجهزهم امتى وازاي دول؟ طب اديني اكلمها الاول. الفلوس تبقى ورق 200 وهنبلغك بمكان التسليم. ليه بقى المشهد ده لازمته ايه بقى المشهد اللي فات ده؟ طب هو دلوقتي قاعد لوحده في الاوضه، يعني مفيش حد معاه جوه في الاوضه عشان خاطر يخليه يبعد الشبهات عنه فبيعمل المكالمه. لا، هو الوحيدين اللي شايفينه هو احنا الناس اللي بتتفرج. فبرضه نفس الكلام، التفصيله دي ملهاش اي لازمه غير ان المخرج عايزنا نبعد كل تفكيرنا في الشكوك عن احمد عز. هنا قدامنا تليفونين، بنلاقي ايد عز الشمال حطت التليفون الاولاني في جيبه في الكلوز، في اللونج بنلاقي برضو عز بيجيب التليفون تاني ويحطه في جيبه. هنا المفروض حماه ندى عليه واداله المسدس حطه في البنطلون. المشهد اللي بعده بلاقيه داخل المترو بيتمخطر كده عادي بالمسدس، ولا حد قال له حتى انت رايح فين، ولا كأنه داخل بمصحف. لو سمحت السوبر ماركت اللي هنا فين؟ حضرتك تمشي على طول شمال. اوكي ميرسي. هو اللي ما راحش السوبر ماركت ده قبل كده مش لازم يسأل مكانه فين؟ هات لي كل اشارات كاميرات المراقبه قبل ما تخطف ساره باسبوع. طب هو دلوقتي ألف ب تحقيق في حادثة، المكان اللي بتاع الحادثة ده فيه كاميرات، أنا برجع أجيب اللي قبل الحادثة بشوية، ما بجيبش ساعة الحادثة بالثانية. فده الطبيعي. وبعدين ايه اللي لفت نظرك قوي يعني في اللي قالته الست بتاع السؤال بتاع السوبر ماركت خلاك ترجع تاني تفكر انك تجيب الكاميرات من الأول؟ يعني فين بقى اللقطة اللي خلتك تفوق؟ صحيح الواد ده مش هيتولد. انا بعشق الشخطه بتاعت احمد عز دي. ليه كام شخطه في كام فيلم ورا بعض، هبقى اجمعه لكم بعد كده واحط لكم كلهم في فيديو واحد. عالمي ابن اللذينه. شريف
انا حامل. مبروك. طب ما هو يا ابني اصبر، ما هو يمكن الحيوان التاني شخص لك غلط، ما البنت حامل اهي، يمكن المشكلة مش فيها ولا في التانية، المشكلة ان انت رحت لبقف ما بفهمش حاجة. بس وبيخلص الفيلم على كده. فيلم جامد جدا ولازم ندي كل ابطاله حقه بصراحة، حقهم قصدي بصراحة. احمد علاء الديب عامل يعني صورة ممتازة بصراحة، وكم كادر حلوين جدا لكل الممثلين. وائل عبد الله الف رحمة ونور عليه، من احسن المؤلفين واحسن الناس اللي بتكتب، وفعلا فقدناه لان هو كاتب حاجات كتير جدا محترمة وجامدة. وكل الممثلين يعني عز، وطبعا رجب في دور الضابط، وفي دور يعني الدور التاني لرجب بيبقى جامد قوي فيه بصراحة، وبيسند سندة غير طبيعية، وكل حاجة بيعملها رجب بتبقى ملهاش حل بصراحة. هو مش انت رحت مع حسابك امبارح؟ ايوه. اما الحادثه دي حصلت امتى؟ وانا نزلت بالليل ادور عليها.